السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة كويسة دايما يا رب. وحشتوني جدا جدا من الفيديوهات اللي فاتت، بقالي كتير ما رفعتش فيديوهات، فقلت ارجع لكم بقى بحاجة بسيطة وسهلة كده نعملها في 10 دقايق وهتعجب الاولاد جدا وهتعجب كل اللي في البيت. زي ما انتم شايفين هو شكل البيتزا، بس مش بيتزا قوي يعني، هي بيتزا البيض. سهل جدا جدا، عشاء او فطار بسيط، وكمان ينفع تحطوها في اللانش بوكس للاطفال. فيها بروتين وفيها خضار طبعا، وطعمها حلو جدا جدا. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا ما تنسوش يا حبايبي تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة، وكمان فعلوا زر الجرس الجديد على القناة يعني. وكمان اعملوا لي لايك على الصفحة على الفيسبوك مطبخ مي واحمد. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف بقى ايه المكونات وعملنا ايه. بس اول حاجة هنا معايا 3 بيضات، عليهم رشة من الملح ورشة فلفل اسمر ورشة كمون. معايا الخضار بتاعنا اللي هو الطماطم والفلفل، ومعايا قطعة من اللانشون مقطعة قطع صغيرة كده، ومعايا جبنه موتزاريلا طبعا عشان ندلع بقى البيتزا بتاعتنا، وجبنه رومي مبشوره او قطع عادي وانت تقطعيها، جبنه مثلثات ممكن، جبنه كيري، ومعايا حته زبده علشان برضو تدي طعم حلو قوي في البيتزا بتاعتنا او البيض اللي احنا هنعمله مع بعض. هنجيب بقى بوله معانا، هنحط ال3 بيضات او 4 بيضات زي ما انت عايزه يعني، وهنقلب البيض نخفقه كويس. وبعدين هنزل بالخضار بتاعنا اللي هو الطماطم والفلفل. الفلفل بقى ممكن تحطيه رومي او حراق زي ما انت عايزه. وبعدين هنحط كل المكونات يعني واللانشون وهنقلبه كله مع بعضه، وبعدين هننزل بالجبنه الرومي وقطعه الزبده والجبنه الكيري او المثلثات زي ما انت عايزه. لو مش عندك برضو مفيش مشكله يعني، احنا بنحاول نزود البروتين لاولادنا عشان يحبوا الاكل وياكلوا يعني. وبعدين بقى شويه جبنه موتزاريلا كده في النص برضه عشان تبقى سايحه كده من جوه وتشد معانا. وهنقلب كل ده كويس، وبعدين هنيجي بقى على النار ونشوف هنعمل ايه. بس قبل ما نيجي على النار حطيت رشه فلفل اسمر عشان برضه زفرت البيض ويبقى طعمه حلو. تعالوا بقى على النار نشوف هنعمل ايه. هنجيب طاسه بتاعتنا نحط فيها معلقه من الزبده، اول ما تبدا تسيح كده هوزعها في الطاسه كويس، وبعدين هنزل بالخليط اللي انا عملته كل ده. تمام كده، هوزعه بقى كويس في الطاسة عشان ياخد برضو شكل البيتزا كويس معايا. وبعدين على الوش بقى هبدأ ارش رشة حلوة من الموتزاريلا. ما تستخسريش بقى، حطي كده ودلعي عيالك علشان طبعا هما بيحبوا شكل البيتزا ده جدا وهياكلوه. طبعا دي حلوة جدا، فيها البيض بروتين والجبن بروتين برضو، لانشون هما بيحبوا اللانشون، وفيها خضار برضو الطماطم والفلفل، فحاجة حلوة يعني وهتبقى مغذية ان شاء الله وهتعجبهم. وبرضو لو انت استعجلتي وعايزه تعملي فطار حلو وشكله لذيذ كده لجوزك ولا حاجه، دي حلوه جدا جدا. جعانه بالليل وعايزه تعملي عشاء برضو حلو قوي. هغطي بقى الطاسه بتاعتنا وعلى نار هاديه جدا جدا عشان البيض بتاعنا ما يتحرقش من تحت. هتبدا بقى تستوي معانا وتكتك كده زي ما انتم شايفين، والجبنه تسيح. شكلها حلو قوي قوي وشهي جدا وطعمها كان خطير بجد والله. المكونات دي كلها طبعا احنا في مدارس والحاجات دي كلها موجوده في البيت، فسهل ان انت تلاقيها يعني. خلاص كده استوت معانا اهي. عايزه بقى تسيبيها تبرد شويه صغيرين وتطلعيها على طبق وتقطعيها مثلثات زي البيتزا، مفيش مشكله. بس طبعا وهي سخنه مش هتبقى متماسكه زي ما بتكون بارده. بس شايفين شكلها حلو ازاي؟ شكلها حلو جدا جدا، والجبنه سايحه كده جواها وحاجه كده في منتهى الجمال. جربوها كده وقولوا لي رايكم، يا ترى عجبتكم ولا لا، وعملتوها ووروني صورها برضو. شايفين الجبنه سايحه ازاي؟ يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم. ما تنسونوش يا حبايبي تعملوا لايك للفيديو وتنوروني على قناتي مطبخ مي واحمد. شايفين شكلها حلو ازاي؟ جميله، والجبنه بتشد كده وطعمه جدا جدا، وكمان ممكن تحطيها في سندوتشات فينو في اللانش بوكس للاولاد. بصوا جميله جدا جدا اهي، والخضار شكله لذيذ جدا فيها برضو، ومتحمره من ورا وشكلها لذيذ قوي. زي ما انا ما قلت لكم، لو عايزينها تقطعوها قطع زي البيتزا هتسيبوها بس تبرد شويه وبعدين تقطعوها بس كده. يا رب الفيديو يكون عجبكم يا حبايبي، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.